عارف الاسم الناون ليه وظيفة مختلفة على حسب مكانه في الجملة؟ تعالوا نتعرف على ال cases of nouns. أول نوع nominative case، الفاعل اللي بيعمل الحاجة. تاني نوع ال objective case، المفعول به اللي الحاجة بتتعمل عليه. تالت نوع possessive case، الملكية، بتوضح مين صاحب الحاجة. أمثلة: 1. nominative، منى plays the piano. منى هي الفاعل، هي اللي بتلعب على البيانو. تاني حاجة objective، علي helped منى. هنا منى هي المفعول به، هي اللي تساعدت. تالت حاجة البوزيسيف، this is منا's piano، يعني البيانو ده بتاع منى، ملكية. يلا نعمل مقارنة سريعة. nominative سارة reads، سارة هي الفاعل. objective I love Sarah، سارة هي المفعول به. possessive Sarah's book is new، الكتاب بتاعها جديد، محدش يستلفوا منها. كل اسم في الجملة ليه دور، وعشان جملتك تكون صح لازم تفهم الدور ده كويس. تابعني واعمل لي اشتراك في القناة عشان نكمل السلسلة الممتعة دي.